النهارده اول يوم حضانه الرينو في المانيا. تعالى هوريكم تفاصيل اليوم ازاي. صحيت من النوم الساعه 11 الصبح، وطبعا انا كده صاحيه بدري قوي لان انا نومي مش متظبط اليومين دول، وخصوصا ان انا قعدت طول الليل صاحيه عشان قلقانه فكره اني هودي ابني حضانه. حاطه ايدي على قلبي، اول مره هيسيبني والله فضلت اصلي وادعي ويا رب احفظه ويا رب استودعتك ابني كتير. المهم صحيت قلت خلاص يعني الحمد لله انا مضطره طبعا لازم احطه في كيتا. فروحت عملت اللانش بوكس في السريع، وهنا بحط له الميه بتاعته. دي الميه بتاعته بنجيبها من دي ام. بيشربها ابني من يوم ما اتولد، هي اصلا ميه مخصوص للبيبيهات، ودي الازازه بتاعته ابني ما بيشربش غير فيها. ورحت صحيته، وطبعا يا حبيبي صحي متنكد ومقريف وفضل يعيط عيوطه كده. يعني طبعا السلم بتاعي انتوا شايفين بطلع وانزل بالطريقه دي كل يوم، فعذاب يعني حرفيا. هنا بابا جه بتضحك. هنا بابا جه كان حابب يحضر معاه اول يوم، ودي الاريا قالوا لي المخصوصه الريان هنحط له فيها الجاكيت. هنحط له فيها الجاكيت والحاجات بتاعته. انا طبعا عماله بضحك على رينو. احنا جينا قعدنا ادونا ورقه فيها اسئله يا جماعه، كل الاسئله اللي ممكن تتخيلوها بخصوص بيبي كاتبينها لنا، ادق التفاصيل. بياكل ايه، بيشرب ايه، بينام الساعه كام، بينام ازاي، طريقه النوم، في كلمات معينه بيقولها، كل التفاصيل. المهم هو قعد بس 45 دقيقه عشان خاطر كل يوم هيقعدوه يعني ساعه ساعتين ثلاثه لحد ما يتعود، هيبقى الموضوع تدريجي. وده كان اول يوم حضانه لينا وبس. باي باي.